السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي. بطولة الدوري العام النهاردة اتحسمت رسميا بعد تعثر فريق بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا. قدر إن هو يجيب جونين والنتيجة خلصت 2-1 لصالح لصالح فرقة سيراميكا. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. بكده النهاردة رسميا خلاص، حتى لو الأهلي خسر الماتشات الجاية في حالة لا قدر الله، حتى لو خسرها هو كده إن شاء الله خد الدوري رسمي. وطبعا ديت حاجة يعني أنا كنت يعني أفضل إن هو ياخدها من النادي الزمالك. يعني كان ممكن يبقى طعم الدوري أحلى يعني، لكن ما يهمش. يعني إيه، رب ضارة نافعة زي ما بيقولوا. وكده ممكن يعني لعيبة النادي الأهلي هتلعب بأعصاب هادية خلاص، لأنها حسمت الدوري. وبكده اللعيبة مش هيبقى عليها ضغط، تمام. هتبقى يعني عندها اريحيه شويه في اللعب. ودوت طبعا هيبقى في لصالح النادي الاهلي. فالف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده طبعا زي ما احنا عارفين غزل المحله اتعادل مع البنك الاهلي، وسيراميكا كسب بيراميدز 2-1، والاسماعيلي كسب الداخليه 1-0، وطلائع الجيش برضو كسب اسوان 1-0. طبعا الإسماعيلي كده خلاص بنسبة 99%. كده هو باقي في الدوري الممتاز مع الكبار. وبرضه ممكن طلائع الجيش برضه بعد بنسبة كبيرة جدا. لكن دلوقتي المشكلة كلها هتبقى بين نادي المحلة ونادي أسوان. وخلاص طبعا حرس الحدود خلاص يعني كده ايه، نزل بصورة رسمية. فهنشوف طبعا الماتشات الجاية يعني هتسفر عن ايه، ومين اللي هينزل ومين اللي هيقعد مع في دوري الاضواء والشهرة. الايام الماتش الجاي والايام الجاية المقبلة القليلة اللي جاية ديت هي اللي هتحسم الكلام ده. فمرة تانية مبروك لكل اهلاوي بطولة الدوري العام. ومبروك للاهلي مرة تانية صفقة القرن امام عاشور. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك علينا امام عاشور. طبعا امام عاشور لاعب مميز جدا جدا، يعرف يدافع ويعرف يهاجم ويلعب براسه. وبصراحة لاعب مميز جدا جدا الأهلي كان محتاجه علشان يعوض حمدي فتحي. فمروان فطبعا إمام عاشور صفقة تبقى قوية جدا جدا للنادي الأهلي. وهو تقريبا يعني النادي الأهلي خلص معاه لمدة 4 سنين. فمبروك إمام عاشور إن هو راح للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي إن هو حسم صفقة إمام عاشور. برضو في بقى عايز أقول حاجة للكابتن خالد الغندور. هيقعد بقى طبعا يطلع ويقعد يصيح ويزيط ويقعد طبعا يطبل هو وهزاز الرؤوس اللي بيكونوا معاه، وكابتن أسامة حسن وكابتن ميدو وكابتن عفت نصار. كل دول طبعا متضايقين جدا جدا إن إمام عاشور راح النادي الأهلي. اي واحد هيقول لك ان انا مش فارق معايا امام عاشور يروح النادي الاهلي، اعرف ان هو بصراحة كذاب جدا جدا جدا، لان اي حد ما يتمناش ان امام عاشور كان يروح النادي الاهلي. وطول ما ده موجود احنا في سلام، واحنا معانا بطولات يعني لحد يوم القيامة يعني. طول ما ده موجود احنا كده مبسوطين جدا. والنادي الاهلي مبسوط، والنادي الاهلي هيفضل ياخد بطولات ويفضل يدي صفعات صفعات كده. طبعا كابتن احمد حسام ميدو يعني قال الزمالك ما بياخدش قلمين. طبعا ده نادي الزمالك خد بتاع 5 اقلام ولا حاجه زي كده. فربنا يستر يعني على كتر الاقلام اللي النادي الاهلي بيديها لنادي الزمالك. طبعا ايقاف نادي الزمالك عن القيد ل3 فترات. الفيفا بيبلغ نادي الزمالك طبعا ايقاف القيد 3 فترات، ودوت بسبب غرامة طبعا سبورتنج لشبونة بسبب شيكابالا، موضوع شيكابالا يعني. ايقاف القيد لمدة 3 فترات لنادي الزمالك. طبعا بقى المفروض الزمالك يعني يعمل ممر شرفي كده يكون كويس كده، يكون يعني ايه يليق للنادي الاهلي. في الماتش الجاي يوم الخميس الجاي ان شاء الله عايزين بقى نادي الزمالك بقى يعمل ممر شرفي كده للنادي الاهلي ان هو كسب الدوري الممتاز لسنة 2022 2023. وتكون مبادرة حلوة كده من النادي الزمالك. لكن اعتقد ان دي حاجة طبعا استحالة تحصل،
لكن اتمنى ان نادي الزمالك يعني يعمل ممر شرفي كده النادي الاهلي يكون كويس، علشان يعني ايه نبعد بقى عن التعصب والكلام من ده. وبكده تبقى انتهت حلقة اليوم. اتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.